زمالك مين بس اللي يبقى معاه فلوس؟ زمالك مش لما تسدد الفلوس اللي عليك وتدي اللعيبه فلوسها بنسددها والغرامات وايقافات القيد. احلم يا ديدا، اتفضل احلم بعد اذنك، ريح بقى، اتفضل احلم، اتفضل احلم. لو الزمالك احلم ايه يا ابني؟ كل الناس دي كانت عندنا، يعني ايه اللي احلم بيه؟ يعني احلم بحاجه كانت عندي اصلا. طيب قول لي كده، لو هتختار 3 لعيبه يا سيدي من الاهلي يعني لو هختار 3 لعيبه من الاهلي، المفروض مثلا تقول لي لو هتختار 3 لعيبه من ريال مدريد مثلا. من الاهلي؟ ما الاهلي ريال مدريد ما اللي هختارهم كلهم كانوا عندنا يا عم. قول لي بس هتختار مين؟ انت هتختار اصلا الثلاثه اللي كانوا عندكم؟ لا استنى، يعني انا هفكر دلوقتي. قول لي، لو معاك 3 لعيبه تختارهم من الاهلي، احلم. لو معايا 3 لعيبه اختارهم من الاهلي دلوقتي في سكواد الزمالك، هبص على اللي انا محتاجه. انا شايف ان اول لعيب هختاره وسام ابو علي. وسام ابو علي متاكد والله؟ يعني انا شايف ان وسام ابو علي مهاجم متكامل من كل حاجه، قسما بالله متكامل. وكمان يعني مالناش معاه ذكريات وحشه، يعني مش هنحس ان احنا متضايقين. هيبقى ليك معاه ذكريات وحشه الفتره الجايه، مالناش معاه اي ذكريات وحشه. هفكرك ما بيعرفش يجيب في الزمالك جول. طب هتقعد ناصر منسي دكه؟ انت بتتكلم بقى ان انا عايز اقوي، انا هلعب طول حياتي بناصر منسي؟ يعني انت شايف ان وسام اعلى من ناصر منسي؟ هجيب وسام ابو علي اعيده دكه لناصر منسي. ده بقى الهري بقى، ده الهري. ماشي. اللعيب الثاني انا بالنسبه لي يعني لا غنى عنه، امام عاشور. يعني انا مع ان عندي مشاكل معاه ان انا ارجعه تاني يلعب في الزمالك، بس انت بنتكلم بقى من محي الخيال، يعني كده ولا امام هيرجع الزمالك تاني ولا الزمالك اصلا يا ابني بعد ما شاف النظافه وكاس العالم والدنيا اصلا يا ابني يرجع يهبب ايه عندكم؟ نضيف عليه وهو مش هينفع يرجع يهبب ايه عندكم بعد ما راح كاس العالم؟ بس احنا بنتكلم من حيث المستوى، يعني مش بنتكلم. اللعيب الثالث، في لعيب لو ما قالوش يعني انا هيحصل لي حاجه. اللعيب الثالث بالنسبه لي هختار ايوه ايه ده مالك؟ قول، انا مستني لاعب اصلي، لو ما قلتوش هسيب لك في الفيديو على طول. ليه؟ انت فاكر زيزو؟ قول بس. لا مش زيزو في طبعا، ولا بن شرقي. مين؟ ديانج. تريزيجيه؟ لا تريزيجيه الميجا ستار. تريزيجيه طبعا، وتريزيجيه طبعا، بس يعني ما فيهاش كلام، ما ينفعش ارجعه، ما فيهاش كلام. تريزيجيه يعني ديانج طبعا عملاق، ديانج طبعا جامد في نص الملعب. بس انا بقى عندي بص، ما انا عندي مشكله يعني تريزيجيه يا اخي ازاي؟ بس تريزيجيه ابن الاهلي هيرجع للاهلي تاني. هو ما حدش هيجي لك ولا هيبص في وشك. لا يبص في وشي. لا يعني فيديو كده في الخيال. لا بس انا بالنسبه لي يعني تريزيجيه مش هيجي لي. تريزيجيه لا بكلمك ايه ده بقى، ريح كده اتكلم زي الناس الكبيره. تريزيجيه بصراحه انا بحبه جدا وبحب لعبه، ولكن انا على طول بحلم ان هل الزمالك ممكن يعني يبقى عندك لعيب في نص الملعب زي ديانج. ديانج القوه والسرعه وكل حاجه، بصراحه لعيب جامد قوي. انا عندي ديانج وعندي معاه مروان عطيه وعندي معاه حمدي فتحي والسن كمان، ومروان عطيه وحمدي فتحي. طب وهتقعد دونجا؟ يا عم انا دونجا همشيه كده اصلا، هخليه يحترف في الدوري الانجليزي. 3 لعيبه. الناس كان منزل ستوري بيقول لك ان هو اعلى لعيب في الزمالك قيمه تسويقيه. لا هو اعلى لعيب في الزمالك.